لسه مخلصين من شوية. الأهلي خاض أول اختبار حقيقي تحت قيادة مدربه الجديد خوسيه ريبيرو. الجماهير كانت مستنية تشوف مستوى الفريق قبل كأس العالم للأندية، لكن النتيجة النهائية للمباراة الودية ضد باتشوكا المكسيكي ليها كلام تاني. القصة بدأت بضغط مبكر من باتشوكا، وفي الدقيقة 10 جون كيندي قدر يخطف هدف مفاجئ وسط غفلة من الدفاع زي ما وصفها الخبر. وده بيطرح سؤال كبير: هل دفاع الأهلي جاهز للمواجهات العنيفة في المونديال اللي هتبدأ بعد أيام قليلة؟ الشوط الأول خلص بتقدم المكسيك بهدف وحيد، لكن في الشوط الثاني المدير الفني ريبيرو غير التشكيلة بالكامل، وهذا التغيير جاب نتيجة سريعة. في الدقيقة 50 محمود حسن تريزيجيه قدر يسجل هدف التعادل للأهلي عشان النتيجة تبقى 1-1. المفارقة هنا إن التغييرات الجذرية هي اللي عدلت الموقف، وده بيوري أهمية عمق الدكة وقدرة المدرب على التعديل السريع. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، لكن حسب الاتفاق لجأ الفريقان لركلات الترجيح، واللي حسمها باتشوكا لصالحه بنتيجة 5-3. ورغم إنها مباراة ودية، لكن خسارة الأهلي بركلات الترجيح بتدي إشارة مهمة. هل هي مجرد اختبار لسيناريوهات ممكن تحصل في المونديال، ولا إنذار مبكر بضرورة التركيز على كل تفاصيل اللعب؟ الجماهير دلوقتي بتراقب بترقب شديد مستوى الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي وبورتو وبولميراس في المجموعة الأولى بالمونديال.